بينما بدأت تخزينتي المقدسة في هذا الوقت المقدس، فكرت فضيلة خانم، فضيلة خانم، فضيلة خانم، مسلسلات نسمعها واسطة، أدخل فيسبوك فضيلة خانم، أدخل واتساب فضيلة خانم، موسيقى ما أدري ما كان أمس، إلى إيش هذا بالضبط. دخلت النت أبحث فضيلة خاص الحلقة، أشوف الملخصات، ما صدقت، لذلك قررت موضوع حلقتنا اليوم مسلسلات التفلفل، ركزنا على الموسيقى والإثارة، حكاية هوليوود، هذه التطورات البسيطة إلى منطقة الفيديو، إلى عالم هوليوود في تصميم الفيديوهات وإلى آخره. خلينا نبدأ. مصطلح التفلفل هو مصطلح غريب يقصد فيه كل فساد في المجتمع يخالف العادات والتقاليد الإسلامية كالاقتداء بالغرب وإفساد النساء بالحب وهجر الدين والتطبيع، أي شيء يخالف القرآن ويفسد المجتمع هو تفلفل يا صديقي. لحظة نسيت أشرحها. قناة زي ألوان. زي ألوان أعظم غزو فكري عربي، هي قناة إماراتية هندية تابعة لمجموعة يسد. المهم الإمارات مع التطبيع، والتطبيع يدعم إسرائيل، وإسرائيل تطمح لبناء إسرائيل الكبرى اللي هو هدف الماسوني الأول من نهر النيل إلى الفرات كما يرى في العالم. أساطيرهم تقول إذا تم بناء دولة إسرائيل الكبرى بيخرج المحرر لهم المسيح الدجال وما إلى ذلك، ويقومون الآن بإفساد النساء بأفكار الحب، وإذا فسدت النساء فسد الرجال وأصبح يحملون الورود ويتفلفل المجتمع، وقد شرحت التفلفل بالفيديو الأول. من الأخير زي ألوان تفلفل، انتهى الموضوع مفهوم. خلونا نشوف ايش بيعرضوا. يا اخي لحظة، هذا ام بي 3 رجع لي زي الوان. نعم هذه القناة، نعم أصدقائي هذا ألعن مؤدب، فهو الأخص مسلسل، حاجة غريب حلو جدا يا صديقي، اقسم بالله. تشوف كانوا اخواتها نفس فضيلة بناتها. النحو، شوف النحو والربشة اللي حقنا موجودة في المسلسل. بشرح لكم هو الآن. مختصر المسلسل يا أصدقائي، رزان تحبوا كنان، كنان أخوي يزن، مركز اللي معي بالموضوع أنتم، الموضوع صح كان خواتها بالنحو، حاجة تربيش، ركزوا معي. في بآخر المسلسل أصبحت تحب يزن أخو كنان، يعني أصبحت تحب كنان وأخوه، تحب اثنين أخوان. يعني الرسالة اللي توصلها للفتيات، عزيزتي المرأة، إذا قدم لك عصام شفت إنه محمد أحلى من عصام، عادي يمكن تحبه وأخوه، لكن حب طارق، حب صادق، تعيش معه قصة حب بالخفاء، تصير تسمعها بعد ما تعيش هذا الفيلم الجميل الرائع إلى جهنم وبئس المصير. يسوق أمها على من؟ عادي أخته ألعن مني ربحة. شوفوا كيف ربحة. شوف صح في جمال بالموضوع. أنا أمزح والله العظيم، شيطان يا خاصة نغطي العيون الموضوع. خلينا نبدأ بجد. أما بالنسبة لأختها أصدقائي، كانت تحبه ياسين، فبعد فترة حب قصيرة أصبحت حامل. شوفوا كيف سبحان الله، كيف خلاص. أهم حاجة ما ورش كيف حصل الموضوع هذا، بس أهم شيء وصل لك فكرة إنه وقع شيء، ثم جاء هذا الآدمي يا صديقي استر عليه، تزوجيه وقضاه أصبح حامل، بس استر عليك أنا. شوف كيف عزة. إيش آخر مسلسل رجعت تحب ثاني مرة تخون زوجها مع، شوف كيف. نعم الرسالة اللي توصلها للفتيات، عزيزتي المرأة، لعنة الله عليك انت بتقلدين او بتصدقين او بتحبين او بتوافق على هذا الفكر العقيم اللئيم، عزيزتي او بتعيش قصص حب سعاده اللي انت تصدق. الله يلعن ام الحب. طيب لعبه نحن نلعب ولا كيف؟ يا باقي الشباب ليش ما تذكرهمش؟ ولاننا معروف بالعدل والمساواه، باقي الشباب ما يحتاج نحن نتفرج الطول عام قلك طويلة غالب البنات. لكن من جد في شباب يتفرقوا بريز انتقال. عزيزي المشاهد، إذا كنت مما قد أدمنوا مشاهدة الأفلام الهندي، يمكن
مكافحة هذا الإدمان. شاهد أول حلقات أرطغرل، تابعنا على حساباتي، اقرأ كتابي عن التفلفل، كافح معا لنكافح إدمان التفلفل.